ما هو انت قبل ما تلبس حاجة لازم تعرف اصلها. عمرك سألت نفسك ايه سر الكرافتة دي ومين اخترعها وجات منين؟ في فرنسا في القرن ال17 اثناء حرب ال30 سنة اجر الملك لويس شوية مرتزقة كروات، وكانوا المرتزقة دول بيلبسوا حاجة كده عبارة عن قماش كدليل على حب من زوجاتهم، وكان ضمن زيهم الرسمي. الملك شافها من هنا واعجب بيها اعجاب مش طبيعي، لدرجة ان هو خلاها ضمن الزي الرسمي للتجمعات الملكية. لما الحرب زادت تم اعدام الجنود دول من رقبتهم بالشال بتاعهم، ومن هنا جت التسمية نكتار. بعدها دخلت اوروبا وبقت دليل رسمي على الاناقة في الطبقة الارستقراطية. وفي القرن العشرين جه واحد صاحب مصنع كرافتات زي المصنع اللي عندي كده بالظبط، حب يجود شكل الكرافته. قال لك انا شكل الكرافته دي مش جاي معايا سكه، مش عاجباني، اعمل ايه بقى؟ قال لك انا هعملها زاويه 45 وبس. وصلت من جسم ده